حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفين هي وصف لنوع من الحملات المشددة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية والأمنية في العديد من المدن والمحافظات. تهدف هذه الحملات بشكل أساسي إلى إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة والميادين التي يضعها أصحاب المحلات أو الباعة الجائلون، مما يعيق حركة المرور والمارة. ضبط المخالفين لأحكام القانون، سواء فيما يتعلق بمخالفات البناء أو تشغيل المنشآت بدون ترخيص أو التعدي على أملاك الدولة أو أي مظاهر عشوائية أخرى. تحقيق الانضباط المروري وتسيير حركة السيارات. الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة. فيما يخص أحدث هذه الحملات، تشير الأنباء إلى استمرار تنفيذ حملات دورية في عدة محافظات ومدن في مصر، مثل القاهرة والجيزة. تشن حملات مستمرة لإزالة التعديات والإشغالات وتحقيق الانضباط المروري وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة. المدن الجديدة مثل العبور ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان. تركز الأجهزة على إزالة المخالفات للحفاظ على التخطيط العمراني والمظهر الجمالي للمدن. محافظات الصعيد مثل سوهاج، تنفذ حملات موسعة لتحقيق السيولة المرورية وإزالة التعديات وضبط الخارجين عن القانون. محافظات أخرى مثل المنوفية والفيوم والغردقة تشهد حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات واستعادة حرم الطريق. عادة ما تنفذ هذه الحملات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأحياء أو الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن.